ازيكم عاملين ايه؟ اتكلمنا كتير قوي في الفيديوز اللي فاتت عن ازاي ان الرياضه كفيله انها تخلي شخص مقبل على الانتحار ان هو يبدا حياه جديده ويشوف حياته ويحب الدنيا ويحب نفسه. واتكلمنا كتير طبعا عن فوائد الرياضه وعلاقتها بالصحه النفسيه والكلام الكتير ده. بس النهارده هنتكلم عن شويه اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه قدروا ان هم يتخطوا الخوف والاعاقه اللي عندهم دي وان هم يوصلوا لحاجات كويسه قوي في الرياضه. اول شخص هنتكلم عنه وده واحد اسمه كريس هيمفري، وده سباح امريكي. طب انتوا عارفين ان الراجل ده خسر رجليه الاتنين في حادثه قطر وتحول للسباحه كوسيله للتاهيل. بس هو ما وقفش لحد هنا، هو كمان خد كذا ميداليه اولمبيه في السباحه. تاني شخصيه معانا وهي واحده اسمها تانيا ماكدونالد، ودي لاعبة رفع أثقال كندية، ودي مصابة بالشلل الرباعي، بس هي أثبتت إن القوة ما بتتوقفش عند الإعاقة وحطمت أرقام قياسية كتيرة جدا. الشخصية الثالثة مش متأكدة قوي من الاسم، مارك إنجل أو مارك إنجل، وده دراج هوائي بريطاني بيعاني من التصلب المتعدد بس ما استسلمش لمرضه وشارك كتير قوي من السباقات الطويلة. رابع شخصية معانا واحدة اسمها تارا سوريانو، دي لاعبة باسكت أمريكية. طب انتوا تعرفوا إن هي أصلا اتولدت من غير رجلين، بس الإعاقة اللي عندها دي ما منعتهاش إن هي تحقق حلمها وتلعب في فريق الجامعة. وعندنا كمان مارك هادون، وده كاتب بريطاني ومصاب بالتوحد، بس شاف إن رياضة الجري بتديله إحساس بالأمان وشارك في كتير قوي من الماراثونات. وكمان عندنا ريبيكا دي مارينو، دي سباحة أمريكية مصابة بالشلل الدماغي، حققت إنجازات كتير قوي في السباحة وكمان أصبحت مصدر إلهام لناس كتيرة جدا. واخر شخصيه معانا النهارده هو واحد اسمه عبد الله آل اسحاق، وده لاعب كمال اجسام قطري مصاب بالشلل النصفي واثبت ان الاعاقه مش هتوقف تحقيق حلمه. الرساله اللي حابه اوصلها للناس ان الاعاقه عمرها ما كانت جسديه، الاعاقه بتكون في دماغ الانسان نفسه. الانسان نفسه هو اللي ما بيبقاش عايز يحقق حاجه، بيفضل يتحجج بالظروف. هو لو عايز يحقق حاجه هيحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ومليون لحد ما يوصل. صدقني لو انت حاطط هدف لنفسك وعايز توصل له هتحاول، هتفضل تحاول. لكن الناس اللي بتقعد تتحجج بالظروف هي دي الناس اللي بجد عندها اعاقه، دي اللي المفروض يطلق عليها ذوي الاحتياجات. فالناس دي اثبتت الكلام اللي انا بقوله ده. الرياضه هنا لعبت دور مهم قوي في حياه الناس دي. اولا حسنت من صحتهم البدنيه والنفسيه، تاني حاجه زودت ثقتهم في نفسهم وكمان خلتهم يكسروا الحواجز ان هم في مجتمع لوحدهم، لا هم بيقدروا ان هم يتعايشوا مع الناس، بيخشوا بطولات، بيعيشوا حياتهم كأي انسان طبيعي ما فيهوش اي مشاكل. فنحاول ان احنا ناخد الناس اللي زي دي قدوة، ان احنا نحط لنفسنا هدف ونحاول نحققه مهما كانت الظروف اللي احنا بنواجهها ومهما كانت حياتنا صعبة. لازم نحاول مرة ومليون، علشان ما ينفعش ان احنا نقول اصل احنا عندنا. كل الاعذار اللي احنا بنقولها دي هي بجد اللي بتوقفنا في مكاننا وبنخلينا ما نوصلش لاي حاجه. والنهارده كده نكون خلصنا، واستنونا في الحلقات اللي جايه. سلام.